السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما ندخل في الفيديو ديال اليوم، قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم، ندعو كاملين مع الشعب ديالنا الفلسطيني. الله يكون معهم والله ينصرهم على الاعداء ديالهم واعداء ديالنا، اعداء ديال الامه الاسلاميه. الله ينصرهم على اسرائيل. وان شاء الله الشهداء، يعني الناس اللي ماتوا كلهم راهم شهداء. وش غادي نقول لكم، يعني احنا صراحه كنا كنتالموا بزاف 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 لهذا الشيء اللي كنشوفوا، وحنا كنشوفوا راسنا اننا مكتفين، ما قادرين ندير حتى شي حاجه. ما عرف صراحه، لا نملك الا الدعاء صراحه. ولكن ان شاء الله باذن الله نقدروا نهضروا في هذا الموضوع هذا في فيديو اخر باذن الله. المهم نرحموا عليهم وندعيو معاهم بزاف. الله يكون معاهم والله ينصرهم على اعدائهم، والله ينصر المقاومه ان شاء الله على الاعداء ديالها وديالنا كما قلت لكم وديال الامه الاسلاميه. يعني هذا راه في حد ذاته اعتداء على مقدسات الامه الاسلاميه، راه ماشي غير مقدسات فلسطين راها دوله اسلاميه عربيه، راه ماشي كتهمش غير فلسطين، راه كتهم المسلمين العرب كاملين. فهذه قضيه، يعني قضيه الامه العربيه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعجل بالنصر، وان شاء الله باذن الله نتمنى شي حل باذن الله تعالى. المهم كيف ما كتقولوا، يعني الحياه تستمر، حنا ما بيدينا ما نديرو. يعني احنا لا نملك الا الدعاء. الله يكون معاهم، هذا ما كان. المهم بالنسبه للفيديو ديال اليوم، ان شاء الله كيف ما شفتوا معايا انا وصديقتي منى، غادي نقدم لكم اليوم براونيز. يعني طلبتوه مني دائما، كنتو كتطلبوا مني بزاف. غنقدم لكم الوصفه الاصليه، وان شاء الله نقدم لكم حتى الوصفه الاقتصاديه. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا العنوان ديال المخبزه، راه حنا كاينين في تماره حي وفاق. انا دائما اما في الاول الفيديو ولا في اخر الفيديو ان شاء الله، في الاول الفيديو ولا في اخر الفيديو غادي نخلي لكم العنوان. انا اصلا كنصور لكم من المخبزه ديالي كما قلت لكم في حي وفاق مدينه تماره. واتساب ها هو دايز في غير ابيل واتساب، ما فيش ابيل عاديه، في واتساب فقط. اللي سول حنا فين كاينين ولا بغى شي طلبيه، مرحبا بكم كاملين. واللي بغى نعطيه تصاور معلومات اي حاجه مرحبا بكم. المهم نتمنى ان شاء الله باذن الله لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه. ما تنساونيش من لايك ومرحبا بكم. وقبل ما نبدا الفيديو اليوم بغيت نوريكم كنخدموا حتى دي بلاطو ديال الصالي، بحال دابا هذا البلاطو ديال الصالي فيه سيجار ديال الحوت، فيه سيجار الفرomاج، فيه بريوه الدجاج والزيتون، وفيه دي ميني بيتزا، وفيه سيجار الخضره. كنخدموهم ب 185 درهم. البلاطو فيه 25 بياسه. الا احتاجيتوا شي حاجه تواصلوا معايا واتساب. غتشوفوا معايا براونيز رائع ساهل وطريقه مبسطه. غندير لكم جوج الانواع، غندير لكم براونيز بحال هكا بالوصفه الاصليه، وغندير لكم تشوفوا معايا الوصفه الثانيه اللي هي اقتصاديه ما فيهاش الزبده نهائيا، وغادي تشوفوا حتى هي صراحه اول مره نجربها وعجبتني بزاف. خليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير ديال البراونيز الوصفه الاصليه، ان شاء الله غادي نحتاجوا 150 غرام ديال الشوكولاته نوعيه جيده. يعني انا كنخدم باقبال، خدموا بهذا بيستوبل ولا خدموا ديال البكيه. المهم 150 غرام من الشوكولاته الجيده، نسبه الكاكاو فيها 55%. هذا الا بغيتوا تحصلوا على مذاق زوين. وعندي تما غادي يكونوا عندي 3 ديال البيضات. انا نسيت حطيت غير جوج، ولكن راه غادي نستعمل 3 ديال البيضات. وبالنسبه هنايا الدقيق كيف ما غادي تشوفوا معايا، تقريبا غادي نديروا واحد 100 غرام ديال الدقيق الابيض، معاه واحد نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. وهنايا عندي كاس ديال السكر الخشن صندر، انا قلبتهم، هذا هو الطحين، واللي في الطاجين صفر هو السكر الخشن. هنايا عندي الزبده 150 غرام، الزبده يعني من نوعيه جيده ماشي مارغرين، زبده. من بعد ان شاء الله ندير لكم شي فيديو باش تشوفوا انواع ديال الزبده، لان باقي اسئله كثير على الزبده. كما قلت لكم بالنسبه للسكر الخشن كديروا قياس اللي بغيتو، سواء 100 غرام 150 غرام، قياس اللي بغيتو. ردوا البال بان الشكلاط عندنا حلو. هنا كندوبوا داك الزبده وداك الشكلاط اللي عندنا على، يعني اما كنديرهم في باماغي ولا كنديرهم في الميكرو اوند ولا. مهم انا غادي ندوبهم باش نبداو ان شاء الله الطريقه ديال التحضير. ها نتوما من بعد ما دوبناهم كناخذوا هنا عندكم الاختيار، اما كتطربوا داك البيض مع السكر الخشن هو اللي ولعت، كتضيفوا على الخليط ديال الزبده وديال الشكلاط، اما كديروا هاد المقادير دفعه واحده وكتطربوا مزيان. بغيتوا تستعملوا الطراب استعملوه، بغيتوا تستعملوا الطراب اليدوي بحال اللي استعملت انايا استعملوا الطراب اليدوي، راه ماشي مشكل. اللي مهم وتنأكد عليه انكم الا غتستعملوا الطراب اليدوي بحالي انا، خاصكم تبقاو تخلطوا مزيان حتى الخليط تحسوا به انسجم تماما.
هنا دابا راه شفتوني ضفت الدقيق، ديك الكاس تقريبا اولا 100 غرام ديال الدقيق الابيض مع يعني نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات اولا معلقه صغيره على حساب، لان هو البراونيز ما كنديروش فيه الخميره بزاف والا غادي يولي لينا بحال الكيكه، ما غاديش يبقى ما يخرج ليناش معلك. وانا غنعطيكم هنا شنو السر باش كيجيكم معلك من الداخل. انا غنعطيكم ان شاء الله الطريقه اللي كتكون كلها في الطياب. شوفوا هنا شحال بقيت كنخلط حتى حصلت على خليط منسجم تماما. اهم مرحله هي هذه، لانكم الا ما خلطتوش مزيان كونوا اكيدين غادي تعزل لكم الزبده على المكونات الاخرى، وغادي يطلع لكم ملي غتكونوا كطيبوا البراونيز في الفران غيطلع لكم واحد الطبقه ديال الزيت من الفوق. فردوا البال، يعني الخليط يكون منسجم تماما، تبقاو تخلطوا مزيان. هو راه ساهل، راه ما فيش شي حاجه اللي صعيبه. هنا شفتوني خديت واحد الاطار فيه 20 على 20 ولبسته مزيان بالورق ديال الطهي على هذا الشكل هذا، وشعلت الفران على 170 درجه. هنا غادي نعطيكم طريقه ديال الطيب ديال البراونيز. الا بغيتوا البراونيز يجيكم من الداخل معلك ويبقى يعني مويلوه من الداخل، ما غاديش تفوتوا ليه واحد 15 دقيقه حتى ل 16 دقيقه تقريبا، ما بين 15 16 17 18 دقيقه للماكسيموم. الا فتو كتر راه غادي يجيكم غيتنفخ لكم بحال لو كيك، غيجيكم بحال لو كيك وما غاديش يجيكم معلك من الداخل. وكذلك حتى الخميره كتلعب دور كبير، يعني فرق ما بين تضيفوا غير نص معلقه ديال الخميره وما بين تضيفوا معلقه صغيره ديال الخميره. لكم الاختيار، يعني الخميره ماشي مشكل، تقدروا ديروا نص معلقه، تقدروا ديروا معلقه صغيره، ما تفوتوهاش باش الا فتوها غادي تحول لينا هنايا الكيكه، ما غاديش يبقى براونيز. اذا طريقه ديال الطهي كتلعب دور كبير. انا كيعجبني البراونيز يكون معلك، كنطيبو كما قلت لكم ما بين 15 16 الماكسيموم 17 18، ما نفوتليش 18 دقيقه. الناس اللي ما كيعجبهمش الكيك او لا البراونيز يكون معلك يعني يديروا ليه 20 دقيقه 21 دقيقه، راه غادي يطيب، غادي يجي ناشف من الداخل. يعني الفرق ما بين بغيتوه يبقى معلك وما بين بغيتوه يبقى لكم ناشف. انا غتشوفوا القوام ديالو من بعد ما كنخرجوا من الفران، ملي كتدخلوا فيه السكين ما كيخرجش ناشف تماما. يعني السكين كندخلوه، هانتوما راه شفتوا العلامات انني انا في الفران هو كيطيب دخلت ليه السكين باقي، هانتوما شفتوا باقي من الداخل كاينه، حيت هو البراونيز ما فيش دقيق بزاف، يعني تقريبا كله شوكولا كله زبده، ما كاينلاش انه يطيب لينا بزاف في الفران، ما غنحسوش بداك القوام ديالو اللي كيجي هكاك زوين. لانه هو الفرق بينه وبين الكيك انه ما فيش خميره بزاف وانه كيجي معلك، هذا هو الفرق بينه وما بين لو كيك. صافي انا كما قلت لكم من بعد ما كتدخلوا السكين ديالكم الفران، بغيتوه يخرج لكم ناشف غتخليوه 20 دقيقه 21 الماكسيموم، بغيتي يكون معلك غادي ديروا ليه ما بين 15 16 17 18. علاش كنعطيكم هاد الدرجات ديال الحراره؟ لان كل وحده والفران ديالها فرق، ما بين فران كبير، ما بين فران فيه جوج طاوات بحال مثلا ايتيمات ولا من داك النوع، وما بين فران بحال اللي عندي انا الشكل اللي عندي بوش فيه 4 ديال الطاوات. يعني فرق في الطياب ما بين هذا وما بين الاخر. الا غادي نديرو في الفرن ديال الغاز راه غادي نديرو في الطبقه الفوقانيه درجه الحراره تكون شويه مهيله ماشي عاليه بزاف، وحتى هو ما نفوتوش ليه نفس الطريقه ديال الطيب، نفس الدقائق كيف ما بغيتو، بحال اللي غنستعملوا فران الضو بحال اللي غنستعملوا فران ديال الغاز. دابا غادي ندوزو للبراونيز الاقتصادي بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا كمشروع مثلا، ولا بغاو يحطوا في المحل ديالهم، بغاو شي حاجه اقتصاديه ما فيش الزبده نهائيا، يعني غير بالزيت. صراحه اول مره نجربو وعجبني بزاف. تما عندي ثلاثه ديال البيضات اللي عندي تما، انا بديت كنطرب فيهم، وعندي كاس ديال السكر الخشن وكاس ديال الدقيق. يعني السكر الخشن 150 غرام والدقيق عندي تقريبا 100 غرام ديال الدقيق، نفس المقادير ديال الدقيق. وبالنسبه للشوكولا غنستعملوا شوكولاته حقيقيه. الا بغيتوا المذاق يكون زوين، ما بغيتوش المذاق يعني يكون زوين، تستعملوا شوكولاط عادي، ولكن غتستعملوا بودره ديال الكاكاو معاه الا بغيتوا يتقام عليكم اقتصادي بزاف. ولكن انا كنفضل انكم ديروا معاه، تقدروا عاوتاني ديروا نص شوكولاته حقيقيه ونص شكلاط بديل الشوكولا. يعني بديل الشوكولا يعني ماشي شوكولاتي، راكم عارفين الشكلاط الرخيص العادي تقدروا ديروا، انا دابا دايره 150 غرام، تقدروا ديروا 75 غرام شكلاطه حقيقيه و75 غرام بديل شوكولا. والخميره تما كذلك غنستعملوا معلقه صغيره. هنا الفرق ما عندناش الزبده، وغادي نديروا نص كاس ديال الزيت فقط. هنا غادي نطرب داك البيض مزيان مع سنيده حتى يطلع لينا مزيان هو والزيت، السكر الخشن مع البيض مع الزيت غادي نطربوهم مزيان. ها نتوما شفتوا انا طربتهم بلا ما نطول عليكم الفيديو، طربتهم مباشره. ضفت الدقيق هنايا وضفت هذاك معلقه صغيره ديال الخميره بالضبط،
وضفت شويه ديال الملحه فقط، وغادي عاوتاني هنايا نخلطوا الخليط ديالنا حتى يولي لنا القوام ديالو منسجم. وغادي ندوبوا الشكلاط، يعني الشكلاط اللي عندنا غندوبو ونديروا معاه غير شويه ديال الزيت بحال هكا الا ما بغاش يذوب لكم الشوكولا ديالكم على هذا الشكل هذا صافي. وغادي نضيفوا نخليوه يدفى شويه ونضيفوا على الخليط ديالنا ونحركوا مزيان. وهانتوما كتشوفوا معايا القوام ديال لو كيك، عرفتوا جا واعر بلا زبده، والله الا جا فن، جا خفيف، جا واحد القوام فيه في شكل صراحه جا خفيف بزاف. هنا القالب عندي هانتوما كتشوفوا فيه هنايا 35 سنتيم على 20، انا درت فيه هنايا 35 حتى 30 سنتيم على 20 سنتيم. مزيانه نتوما اللي كتحكموا في القياس، الا بغيتو تقام عليكم اقتصادي ديروه طويل بحال هكا باش تبيعوا الطرف يتقام عليكم شويه. بالنسبه للثمن ما نقدرش نقول لكم الثمن على حساب الشوكولا اللي غادي تخدموا. دابا ندير لكم ان شاء الله شي فيديو ونهضروا على كيفاش تحسبوا الطريقه ديال الاثمنه، لان باقي بزاف عندهم مشكل كيفاش يحسبوا كيفاش يسلكوا راسهم. نفس الطريقه ديال الطياب هنايا نفسها، نفس البراونيز، لان هنا ما كاينش حتى انا دقيق بزاف، تقريبا راه شفتو احتفظ بنفس المقادير، غير عوض ما ندير الزبده رانا درت الزيت. جربوه وردوا عليا الخبر، غادي يجيكم رائع. صافي هنا غندير فيه حبيبات الشوكولا لان هذا كما قلت لكم ناقصه فيه الزبده، وغادي ندخلو يطيب في الفران. هنا من بعد غادي يطيب هذاك لو كيك نفس الطريقه كما قلت لكم ديال الطياب. براونيز الاخر براونيز المغشوش ياك، المهم هذا هو البراونيز الحقيقي اللي خدمت معكم. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي رائع، وغادي تشوفوا معايا القوام ديالو حتى من الداخل جا رائع وجا زوين. المهم انا هذا هو شوفوا الطريقه سهله، غير تبعوا المقادير والطريقه ديال الطهي راه نجح مع اسهل حاجه. واخا تكونوا عمركم دخلتوا للكوزينه البراونيز يصدق معكم. هانتوما غادي تشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش كيجي. انا هكا كيعجبني من الداخل، كيبقى شويه معلك على هذا الشكل هذا راه فيه شوكولا حقيقيه 100%، نسبه الكاكاو فيها 55%. وبالنسبه للزبده رانا استعملت الزبده سبيسيال، يعني الزبده ماشي مارغرين صافي. المهم هانتوما شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي. وندوزو دابا باش نشوفوا ان شاء الله هذاك البراونيز الاخر كيفاش خرج لينا حتى هو وكيفاش جا القوام ديالو. وهذا البراونيز ديالنا المغشوش كيف ما كتشوفوا معايا جا رائع. هانتوما جا بحال دايرين فيه الزبده، لان احتفظت بنفس الطريقه ديال الطهي واحتفظت بنفس الطريقه ديال التحضير. تقريبا كاين اختلاف شويه، ولكن شوفوا كيفاش جا مشقق من بحال فيه الزبده. شنو ها هي نور معايا، انا سمعوا نور اش غادي الكيك صافي. عجبك نور؟ نور كيما والله كنمشي نور الكيك خبيت زين. نور حبيبه تقدري تحيدي من جهه الضو؟ هافك كنقطعوش. واو بيلاكم عرفتوا نور مسكينه ما تحركتش من حدايا، انا كنقطع في الكيك وهي ماما زوين اعطيني قطعي واعطيني. المهم هانتوما شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي بلا ما نطول عليكم. ها هو جا القوام ديالو زوين كما قلت لكم وخفيف بالنسبه للناس. هذا درتو حتى للناس اللي ما عندهمش مع الزبده. انا عارفه عندي واحد المتتبعه ما عندهاش مع الزبده نهائيا، كتتبعني مشي دوله افريقيه وديما كتقول لي راه ما عنديش مع الزبده واش ممكن. هذا لو كيك هذا تحيه ليها، وهذا لو كيك اهداء لكاع الناس اللي بغاو شي حاجه اقتصاديه وما بغاوش شي حاجه فيها الزبده. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الوصفات ديال اليوم. ما تنسونيش من اللايك، مهم باش تشجعوني نعطيكم المزيد. انا غنخلي لكم العنوان ديال المخبزه ديالي فين جات في حي الوفاق في مدينه تماره. واتساب ها هو اللي بغى اي معلومات مرحبا بكم. هانتوما البنات هذه هي الطلعه ديال العماله، شفتوها القنطره اللي جاي من العماله. ها القنطره ها هي. انا دابا غنمشي، انا دابا راه جيت من جهه العماله وداخله الدخله ديال الوفاق من جهه القنطره ياك. هنا قربت للسطوب، ها هو دابا السطوب، ها هو غندير السينيال غادي ندور على اليمين. انا دابا غادي ندور على اليمين، غادي نلقى لاجونس ديال اتصالات المغرب. ها لاجونس ديال اتصالات المغرب ها هي شفتوها، هذه لاجونس اتصالات المغرب ديال الوفاق. انا دابا جيت من جهه العماله من القنطره، دخلت درت السينيال على يدي اليمين درت. انا دابا ها اتصالات المغرب غنبقى غدا نيشان، انا غنوريكم غنبقى معاكم غدا نيشان ان شاء الله. دابا الا تبعتوا هذا النعت هذا ان شاء الله راه ما تلفوش. ها نتوما ها انا فت المجمع الطبي، ها هو المجمع الطبي ديال الوفاق هو هذا انا فتو. انا غنبقى غدا نيشان مازال غنزيد. ها نتوما هنا غندير السينيال غنطلع على يدي اليمين. ها بارا فارماسي اللي قلت لكم
بارا فارماسي 4 سيزون هاكا في ايورينو. ها هي انا غندير السينيال، غنطلع على اليمين، هانتوما ها السينيال، ها هو ها المخبزه ديالي، ها هي ابداعات الشيف سعاد. ها هي شفتوا هذا دابا النعت كنظن راه غادي يكون باين. ها هي هذه هي المخبزه ديالي صافي. المهم نتمنى هذا النعت اللي عطيتكم هذا يكون نعت مزيان، ومرحبا بكم كاملين، وشكرا على الناس اللي كيجيو يشرفوني، شكرا على الثقه ديالكم.